والمغرب اعلن عن نفسه كرابع العالم. يعني مخلص سيمي فاينل في كاس العالم، دخل تقريبا كده ايه في مباراه تنزانيا بيقول لكل فرق القاره انا هنا، خافوا اترعبوا عقليا وفنيا وبدنيا واحترافيا. المغرب صاحب البطوله. طبعا شيء ممتاز ان المغرب يبتدي بقوه، والمغرب واحد من قوى افريقيا الكرويه بشكل كبير، مش حتى عشان رابع العالم، طول عمر المغرب بيبقى مرشح في تصفيات كاس العالم وكاس الامم من المنافسه على الالقاب. وبرافو عليهم ان هم تعلموا من دروس الفرق الكبيره اللي تعثرت في المباريات الافتتاحيه زي مصر وزي الكاميرون وزي نيجيريا والجزائر وفرق كتيره وغانا. منتخب المغرب بينصف اخيرا المنتخبات العربيه، بيفوز على تنزانيا فوز عريض 3-0. الحقيقه ان زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم، منتخب المغرب واسود الاطلس داخلين بعنوان ما تلعبش مع الاسد، يعني ما تفكرش تلعب مع الاسد. المنتخب العربي الوحيد اللي اقنع الجميع انه داخل من بدايه مشواره في البطوله منتخب ما بيهزرش. طبعا قايمه في منتهى الجمدان اللي في الدنيا، من اول ياسين بونو لغايه النصيري، وناحي نجم خط الوسط، واحد من اجمد اللعيبه اللي موجوده في افريقيا، مش بس في منتخب المغرب. عز الدين أناحي احد امتع اللاعبين اللي ممكن تشوفهم في البطوله فيما تبقى حتى منها، انه لاعب بلغتنا كده لاعب حواري، لاعب اللي هو ياخد الكره ويعرف امتى يهدي وامتى يرقص وامتى ويباصي وهو قالب وشه، يعمل يعني مجموعه كده من المهارات بتاعه الشوارع اللي احنا متعودين عليها وبنحبها. وصدق احد الزملاء الصحفيين اللي قال مستحيل تكون بتحب كره القدم وما تحبش لعب عز الدين أناحي. موهبه كبيره جدا جدا، اللي هو أناحي واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في القاره حاليا، بيصنع الفرق باستمرار للمنتخب المغربي. لو حصل المنتخب المغربي وخاض كل المباريات القادمه بنفس المستوى فيما يخص الروح والتركيز، اعتقد انه هيوصل لمرحله متقدمه جدا. برضو بنفرح للمغرب، منتخب عربي النهارده مقدم اداء جيد يستحق ان جمهور المغرب يقول عليه ديما مغرب، لان هم فعلا قدموا اداء يليق بالكبار. المغرب رد على كل اللي قالوا انه مرشح اول بانه يقول لهم نعم انا مرشح اول، تخلينا باصين بحرص وترقب على ما سيقدمه المنتخب المغربي، احد ابرز المرشحين في بطولة افريقيا الحالية. المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بدأ بقوة وسجل الأهداف وأقنع وأمتع في البداية. يلا كريم العواضي، منورنا يا كريم. مرحبا نوفل، مرحبا بالحضور ومبروك للملوك. مبروك اغزلي شميت